المريض استغرب جدا لما قلنا له ان غسيل الاذن في الحاله دي هيكون اكبر غلط وهتندم عليه. السلام عليكم. الحاله اللي هنتكلم عنها النهارده هي حاله مريض عمره 65 سنه. المريض ده جالنا العياده بيشتكي من ان ودانه مسدوده ومش سامع بيها كويس. قال ان هو حط نقط المذيبه للشمع، بقاله 3 ايام بيحط النقط ودانه اتسدت اكتر، وجالنا عشان نعمل له غسيل اذن. لما بصينا على ودانه بالمنظار لقينا ان في كتله شمع في الناحيتين يمين وشمال، والمريض استغرب جدا لما قلنا له ان في الحاله بتاعتك بنفضل ان احنا ما نغسلش الاذن، مفيش ميه تقرب من ودانك. ليه؟ لانه في حاله مريض السكر اللي مش مظبط سكره بيكون اكثر عرضه لالتهابات الاذن الخارجيه، ودايما بيتكون بعد الغسيل بيتكون فطريات. قلنا للمريض هنعمل شفط للشمع عن طريق المنظار، واحنا شايفين بالكاميرا قدامنا على الشاشه الشمع اللي بنعمله تشفيط، والمريض كان حاطط نقط فكان الشفط هيكون سهل ان شاء الله ومفيش الم خالص. حابين نوجه رساله لمرضى السكر ان في حاله السكر اللي مش متظبط، اولا لازم تظبط سكرك عشان السكر مش متظبط بيكون اكثر عرضه لالتهابات الاذن الخارجيه، بيكون اكثر عرضه لفطريات الاذن. وفي الحاله دي مش بنفضل اننا نعمل غسيل الاذن ولا بنفضل اننا ندخل ميه جوه قناه الاذن. في الحاله دي بيكون شفط الشمع عن طريق المنظار بيكون افضل حل.